التليفون ده تفوق على السامسونج اس 25 الترا وتفوق على ايفون 16 برو ماكس. التليفون ده هو الفيفو اكس 200 الترا. التليفون ده بيديك تفاصيل اكتر في الفيديو، تفاصيل اكتر في الصور. تعال اعرفكم على باقي مواصفاته. بيجي طبعا باقوى معالج في العالم هو السناب دراجون 8 اليت، بيجي ب 8 جيجا رام او 12 جيجا رام، مساحه 256 او 512 او 1 تيرا. اولا التصميم بيجي مع ظهر من المعدن مع ظهر من القزاز. ثاني حاجه نتكلم فيها هي الشاشه. الشاشه بتاعي السوبر اموليد بتردد 120 هرتز، تدعم مليار لون والدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس. شاشه متكامله لانها شاشه فلاج شيب حرفيا. ثالث حاجه الشحن والبطاريه. عندك بطاريه ضخمه، شحن سريع، وشحن لاسلكي عكسي وشحن لاسلكي عادي. التليفون بصراحه خرافي. ثالث حاجه هنتكلم فيها وهي اداء الكاميرات. بالنسبه للمنافسين هو تفوق زي ما قلنا على الاثنين اللي قبليه، الايفون 16 برو ماكس او تقريبا اللي اسمه السيفون ده، وعندك تفوق على الاس 25 الالترا. ده معناته ايه؟ معناته ان نظام الكاميرات اللي فيه خرافي حرفيا. ازاي؟ عندك كاميرا بحجم 1 انش فيه، حرفيا كاميرا خرافيه جدا. حتى انت هتلاقيه من التصميم بتاعه، حلقه الكاميرات دي عامله اداء مستحيل هشوف في يدك. هيعرف ان ده تليفون فلاج شيب على عكس التليفونات الثانيه. حلقه الكاميرات هنا عامله شغل الصراحه. غير انها عامله شغل، ده بياكد لك ان النظام والهاردوير المستخدم في الكاميرات نظام قوي جدا، لانه بيدعم معك لحد تصوير فيديو 8K 24 اطار في الثانيه تقريبا او 30 اطار في الثانيه. انت ايه عايز جوده فيديو ثانيه اكتر من كده؟ بيديك اداء خرافي في تصوير الصور، سواء على الزوم القريب او الزوم البعيد او الفيديو حتى. انت كجوده صور فيديو منتهي فيه الكلام التليفون ده. رابع حاجه هنتكلم فيها وهي جزئيه الاسعار. سعر التليفون ده بسعر الاس 24 الترا 1200 دولار او 1000 دولار سعر، بس هو للاسف مش متوجه للشرق الاوسط بالتحديد، على عكس الاجهزه الثانيه اللي زي الاس 25 الترا. صيانه قطع غيار هتلاقي من للشرق الاوسط، وكاعتماديه للشرق الاوسط على الاس 25 الترا. ولكن كهاردوير متفوق بالنسبه للفيفو اكس 200 الترا فهو اكسن. ده كنا اللي عايزين نقول على الاكس 200 الترا من فيفو، وهو ده الوحش الحقيقي وهيفضل مكمل وحش زي ما هو لحد ما ينزل الاكس 300 الترا. بس كده، وفي نهايه الفيديو لو كنت فدتك انزل تابع اخوك عبد الله رجب عشان نوصل ل 1000 مشترك في اسرع وقت. سلام يا حبيب قلبي. في نهايه الفيديو ما تنسى تصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام.